بسميها أكلة المستعجلين، بسميها أكلة الأطفال، بسميها أكلة آخر الشهر، بسميها أكلة المحتارين على الأكل، بسميها أكلة اللي زهقوا من الأكل، بسميها أكلة، ما كله مكركب على بعضه بقى. بسميها أكلة لما ببقى مش لاقي حاجة أعملها فبقوم أعمل الأكلة دي. كملوا الفيديو معايا الآخر واعملوا متابعة القناة ودوسوا لايك. ربنا يكبر بخاطرك، يلا تعمل متابعة القناة. طبعا أنا عندي طبعا كيس صلصة في الفريزر، طلعته معلقة سمنة ومعلقة زيت نزلته عليها. أنا ما بعملهاش لا بثوم ولا ببصل، بس ساعات بعملها برضو يعني، بس أنا المفضلة عندي بالنسبة لي الطريقة اللي هي بزيت وسمنة، وتحط عليها الصلصة بس تتسبك. وسلقت شوية مكرونة، وكان عندي كام بيضة كمان سلقتهم، وهحمر شوية بطاطس مسلوقين كانوا عندي برضو في التلاجة كده، مش لاقية حاجة أعملها بيهم. فقلت بقى النهاردة ايه، هي خلاص فتحت التلاجة لقيت البطاطس والبيض وبتاع، قلت بس كده هي مكرونة وبيض وبطاطس. والله يا جماعة كل يوم حيرة على الأكل، هنطبخ ايه هنطبخ ايه. وجوزك يفضل يقول لك ما اتعملتيش أكل، والعيال يفضلوا يقول لك عايزين ناكل. كل يوم حيرة كده اهو. طبعا عملتها بقى، هي ما بتاخدش ربع ساعة بالظبط في المطبخ، وبتكوني خالصة مخلصة وغارفة وطالعة. كان طعمها تحفة، وشوفوا جوسي وجميلة ازاي. حاطة لها بقى مرقة دجاج وفلفل وكمون وبهارات وحبة شطة، وشوفوا مروقة عليها. يلا تعالوا بقى اتغدوا معانا. شوفوا أحلى شوية بطاطس محمرة مسلوقة وبيضتين وطبق مكرونة. أو أكلة نص الليل برضو، ممكن تسميها أكلة نص الليل أو جوه آخر الليل. تعالوا يلا اتغدوا معانا.